أول حاجة، أي قرار ييجي لنا في حياتنا مهم ومصيري، خلّينا أول حاجة نقعد مع نفسنا، نفكّر في الموضوع ده. الموضوع ده عبارة عن إيه؟ القرار اللي هاخده ده هاخده بناءً على إيه؟ لازم أحدد الموضوع بالورقة والقلم. يعني إيه بالورقة والقلم؟ يعني باكتب الموضوع إيجابياته، سلبياته، لو أنا خدت القرار ده إيه اللي هيحصل، ولو أنا خدت القرار ده إيه اللي هيحصل. وقت أمّا هتشوف كل اللي أنت كاتبه ده الموضوع هيختلف معاك تمامًا، وهتلاقي نفسك بتاخد القرار بسهولة جدًا، وحتى لو في نسبة أخطاء مش هتتعدى ال5% مثلًا، لإن أنت بقيت حاسبها بالورقة والقلم، وبقيت فاهم في إيه إيجابي، في إيه سلبي، فتقدر تاخده بسهولة. تاني حاجة، خلّيك واضح مع نفسك وصريح، واسأل نفسك سؤال واحد بس، هو أنا خايف من القرار والّا خايف من النتيجة؟ وقتها هتطلع إجابات من جواك أنت ما كنتش متوقعها تمامًا. تالت خطوة، خلّي بالك إن مش كل قرار لازم يكون مصيري. يعني إيه مصيري؟ يعني مش لازم كل قرار هاخده هو ده القرار اللي ماشي وساري وما فيش حاجة اسمها تعديل، أنا خدته وخلاص. لأ خالص، خلّي الدنيا أبسط من كده بكتير. خُد قرار صغير وحاول كمان إنك تعدّل فيه، مش لازم تكون القرارات حاسمة لدرجة إن لو فيها أي غلط ما تلحقوش. خُد قرار صغير وابدأ مع نفسك بالراحة، هتلاقي نفسك وصلت لنتيجة جميلة جدًا، وهتلاقي نفسك بعد كده بتقدر تاخد قرارك بسهولة من غير ما تحتاج لحد، من غير ما تشتت أفكارك ولا تفكر أفكار سلبية. خلّي بالك، القرار الصح مش إنك أنت تاخده وما تعدلش فيه، القرار الصح إنك أنت تاخده وتتعلم منه.